بيبدأ الفيلم بجيسي يلي بتكون مشهورة على السوشيال ميديا وحبيبة ديفيد، وبيروحوا على متجر لبيع التحف. بيفوتوا وبيصيروا يتفرجوا على الأغراض هنيك. جيسي وهي عم تلتقط صور بيجي لعندها شخص وبيكون واحد من معجبينها وبيحكي معها بطريقة غريبة بتخوفها وبيطلب يتصور معها. وبعدها بتطلع فوراً لعند ديفيد وبيشوفوا لعبة شكلها غريب فبيتصوروا معها وبيمشوا. ومنشوف الزلمة أخذ اللعبة وطلع لبرا، وهنن بالسيارة بتخبروا جيسي لديفيد يلي صار معها، فبيقول لها إنه هالشي عادي لأنها مشهورة على السوشيال ميديا وأكيد رح تقابل معجبين غريبي الأطوار. وهنن ماشيين بالسيارة فجأة بيدعس ديفيد على شي وبيوقع موبايل جيسي لأنها بتكون عم تتصور فيه. ولما بينزلوا ليشوفوا على شو دعسوا بيلاقوا اللعبة مغروس فيها حديدة وفايتة بالدولاب، فبيشيلها ديفيد وبيحطها بالسيارة وبيحاولوا يمشوا على أقرب منطقة بيقدروا يبقوا فيها. وبيصلوا على فندق بيكون شكل المبنى تبعه قديم، وبينزلوا أغراضهم ليبقوا فيه لليلة، وبيلاقوا إنه المدخل من الباب الخلفي. بيفوتوا لجوا وبيكون الفندق شبه فاضي، وبيستقبلهم سالم يلي بيحكي لهم عن تاريخ المكان وبيخبرهم إنه في نزلاء بس صار عندهم كتير إلغاءات بسبب العاصفة القادمة، وبيعطيهم غرفة وبيطلب منهم إنه يدفعوا له كاش. وبوقع ديفيد على الاستلام وبعدها بياخدهم ليوديهم على غرفتهم. وبيلاحظ ديفيد الساعة يلي بإيد سالم وبيسأله عنها، فبيقول له سالم إنه هي الساعة إجته هدية، وبيطلعون على الغرفة يلي بيكون رقمها 409 وبيتركهم وبيروح. بعدها لما بتكون جيسي بالحمام بينقفل عليها الباب وبتصير تحاول تفتحه هي وديفيد، وبيقدروا بعدها يفتحوا الباب وبتكون خايفة كتير. ومنشوف سالم فات على غرفة وحامل حبل وحطه بالدرج وبيضل عم يطلع على الساعة يلي بإيده، وبيروح على المطبخ وبيحط السكين على جنب وبيشغل حنفية المي وبيمشي. والمسا بينزلوا جيسي وديفيد ليتعشوا وبيلاقوا سالم بوشهم وبياخدهم ليوديهم على المطعم وبعدها بيروح. ومنشوف إنه راح على الغرفة رقم 309 وحط إذنه على الباب وبيكون واضح عليه إنه متوتر، وبعد ما يسمع شي بيهدى وبيمشي. وبتجي لعند ديفيد وجيسي الطاهية ليندا وبتخبرهم بقائمة الطعام اليوم، وبتخبرها جيسي إنها نباتية بس ليندا بتتجاهلها وبتمشي. بعدها بيجي لعندهم سالم وبيقدم لهم مشروب ضيافة وبيروح. وبيجي لعندهم صاحب الفندق مونرو وبيعتذر لهم عن يلي صار معهم مشان باب الحمام. وبعدها بيروح لعند ختيار قاعد على طاولة تانية مع بنت واضح عليها إنها غريبة نوعاً ما، وهذا الختيار اسمه الأب بيتانكورت، وبيعطي مونرو ظرف أبيض ومجموعة من الإبر وبيشكروا إنه عم يعتني بالبنت. الطاهية ليندا بعد ما تقدم لهم الأكل وترجع على المطبخ بتلاحظ الحنفية المفتوحة، أول ما تقرب بتتزحلط وبتوقع وبينطرق راسها، وفجأة بيظهر لها شخص وبيقتلها بالسكين. وسالم بيكون واقف عم يطلع على ولدين صغار عم يلعبوا، وفجأة بيتخانقوا كتير فبيتوتر وبيسكر الباب وبيمشي. وبيفوت على المطبخ وبيلاقي ليندا ميتة على الأرض، وبيعصب وبيقلها نسيتي تقدمي التحلية، وبياخد الصحون وبيقدم لهم التحلية. بعدها بتنطفى الكهرباء فبيجي لعندهم سالم وبيخبرهم إنه هلأ المصعد شغال بس ما بيعرف قد إيه ممكن يبقى المولد، فبيطلعوا معه فوراً. وهن ماشيين على الغرفة بتوقع جيسي وبتشوف قدامها غرفة مفتوحة، ولما بتقرب بتشوف أولاد ميتين وكلهم دم، فبتنادي لديفيد فوراً وبتصير تبكي، بس بيخبرها سالم إنه ما في حدا بالغرفة، وحتى ديفيد ما بيشوف شي، وبيقول لها سالم إنه أولاده نايمين وبيروحوا على الغرفة. بعدها منشوف مونرو واقف بالمطعم وعم يتذكر شو صار من زمان والمجزرة يلي صارت، ومنشوف شخص قاعد بغرفة وعم يكتب ومتوتر كتير، وبيقوم ليجيب قهوة بس الباب بيكون مقفول فبيروح بيربط حبل وبيشنق حاله. ومنشوف الأب بيتانكورت قاعد مع البنت بالحمام وبيربط لها إيدها ليعطيها الدواء، بس هي بيكون في بإيدها إبرة وبتغز الإبرة بوشه وبتقتله، وبيكونوا عيونها مرعبين وبتطلع من الحمام. وديفيد وهو عم يتحمم فجأة بيطلع شي أسود بدل المي، وهو بيخاف كتير وبيصير ينادي لجيسي اللي بتكون نايمة وما عم تصحى، وبيطلع لبرا بيلبس أواعيه فوراً، وبتوقع علبة الخاتم يلي بيكون مخبيها لجيسي، وبيحاول يصحيها بس ما بتصحى، وبيطلع من الغرفة بس بينسى المفتاح، وبيتسكر الباب وما بيقدر يرجع على الغرفة ليلبس برجله. وبيروح لينادي سالم وبيصير يدور عليه بس ما بيلاقيه، وبيفوت على المطبخ وبيشوف ليندا ميتة على الأرض، فبيخاف كتير وبيطلع فوراً لبرا، وبيلاقي واحد عجوز وبيقول له يلي شافه، بس العجوز ما بيكون مهتم وبيعطيه مشروب ليشرب، وبعدها بيقول له انتبه لحبيبتك الصغيرة وبيمشي. ومنلاحظ إنه العجوز بيكون الأب بيتانكورت لأنه الإبرة بتكون بوشه بس ديفيد ما بيشوفها. جيسي بتصحى مرعوبة بالغرفة وبتشوف الحمام كله موسخ بالمادة السوداء، فبتتقيأ وبتطلع لبرا وبتشوف علبة الخاتم على الأرض فبتلبس فوراً، وبتجي لتطلع من الغرفة بس بيكون الباب مقفول. وبعدها بيكون سالم واقف مع نفس الشخص يلي كان بالمتجر، وبيكون باعوا السيارة تبع جيسي وديفيد وبيعطي الزلمة مصاري وبيروح. ولما بيرجع سالم على الأوتيل بيكون مونرو شايفه وبيقول له ليش عملت هيك، فبيقول له سالم إنه كان متوقع إنهم بيستغلوا نزلائهم ليسترجع أرواح أطفاله، وبياخد منه مونرو المصاري وبيسمعوا ديفيد عم ينادي لسالم وبيعصب مونرو،
وبيقول له هذا كيف طلع، وبيقول له يروح يلاقيه وهو حيتكفل بجيسي، وبياخد سالم المسدس من الدرج وبيروح. ومونرو بيطلع على الغرفة لعند جيسي وبيحاول يهديها، بس لما بتسمع صوت ديفيد بتركض، فبيمسكها مونرو وبيخدرها. ديفيد بفوت على غرفة وبيشوف البنت بشكلها المرعب، وبتقول له تعال عاب معنا، وبيظهروا له أرواح الأطفال أولاده لسالم، وبيقولوا له هي قتلتنا، وبصيروا يضحكوا. فبيخاف ديفيد كتير وبيركض لبرا، وهو برا بيشوف الشخص الأسمر يلي شنق حاله، وبيطلب منه يساعده بس الشخص بيتجاهله، وبيقوم ديفيد وبيصير يلحقه. ومنشوفه فات معه على الغرفة 309، والزلمة بيصير يكتب على الآلة الكاتبة، وبيحاول ديفيد يتصل بالتليفون بسالم، والزلمة بيقوم بيربط حبل وبيطلع بيشنق حاله. وفجأة بيرجع ديفيد بيشوف الشاب وبيقوم بيصير يلحقه. بهذا الوقت بتطفي البنت المخيفة الكهرباء، وديفيد بيشوف سالم وبيقول له كل شي صار. فبيقول له سالم أنت وقعت على ورقة الضيوف، وبيرفع المسدس بوشه وبيصيروا يتقاتلوا سوا. ولما بترن الساعة بقوة بيصير سالم يتألم على الأرض، وديفيد بيهرب. مونرو بياخد جيسي وبيربطها على العمود، ومنشوفه مشغل شمع وبيبلش يعمل طقوس غريبة، وبيتخانق مع جيسي فبيضربها وبيسكر لها تمها. ومنشوف معه نفس الساعة يلي بإيد سالم وكمان بترن. ديفيد لما بيرجع على الغرفة بيصير يحكي مع جيسي يلي بيكون مفكرها متسطحة بالتخت، بس فجأة بيطلع الأب بيتزنكورت هو يلي بالتخت، وبيقوموا بيطلع من الغرفة وديفيد بيرتعب كتير، وبيركض لبرا بعده وبيشوف بالمطعم يلي صار من زمان، وبيشوف البنت المخيفة وهي طبيعية. بتجي لعند أهلها يلي قاعدين بالمطعم، بس أهلها بيعصبوا عليها وبيقولوا لها إنه ما حتروح على الحفلة بهذا الفستان، وهي بتزعل كتير وبتعصب وبينزل عليها نفس المادة السوداء، وبصيروا عيونها صفر وبتهجم على أهلها وبتقتلهم بالسكين. بعدها كل شي بيختفي من قدام ديفيد، وبيلاقي مونرو قدامه وبيسأله شو يلي عم يصير ومين هي البنت يلي عم تلحقه. فبيقول له مونرو إنها بتكون أخته التوأم، وبيجي سالم من وراه وبيضربه، وبيقول له مونرو يسحبه على اللوبي، وهنيك بيصير ينادي لمونرو وبيقوم ديفيد بيهجم عليه فبيقوصه سالم، وبيركض مونرو ليشوفه وبيقول له منيح إنه ما مات، وبيقول له لديفيد إذا بده يشوف جيسي يجي لعنده. فبيصير ديفيد يزحف وبيوقع لتحت، وبتشوفه جيسي وبتصير تحاول تصرخ وبيقول لها مونرو تهدى، لأنه الشيطان يلي بأخته إيما بيصير أقوى مع الغضب وبيقتلها بسرعة وبيمتص روحها. بيصير يقلها إنه هو حيعطيها للوحش وحيرجع أخته، ويطلعوا من هذا الفندق وهي رح تبقى فيه للأبد. وبيجي سالم وبيسأله عن أرواح أطفاله، فبيقول له مونرو إنه أطفالك موتى وكل شي صار كان مشان أخته، وبيهجم عليه بس بيقدر مونرو يصده بقوة غريبة. ومنشوف إيما عم ترتفع عن الأرض وسالم رافع المسدس على مونرو، وفجأة بتظهر له إيما فبيندار وبيقوصها، وبيعصب عليه مونرو وبيذبحه بالسكين. بهذا الوقت جيسي بتقدر تفك حالها وبتاخد حديدة وبتقتل مونرو، ومنشوفه عم يحكي حكي غريب وبيموت. وبتروح لعند ديفيد وبتقول له إنها حتروح تجيب المساعدة وترجع فوراً، وبتطلع لبرات الفندق وبتصير تركض وما بتلاقي حدا. بعدين بتلاقي سيارة تاكسي وبتطلع فيها، وبتقول له يلي صار وإنه ياخدها على أقرب مركز شرطة، بس بتنتبه إنه معه نفس اللعبة يلي كانت على الدولاب، والسائق هو نفس تبع المتجر. فبتنزل من السيارة فوراً وبترجع لعند ديفيد والزلمة بيلحقها، بس لما بتنزل لتحت ما بتلاقي ديفيد، وبتصير تتبع آثاره، وبتطلع لها روح الشاب الأسمر توماس وبيدلها على المخرج، وبتلاقي ديفيد واقف وعم يتصرف بغرابة. وفجأة بيجي صاحب المتجر فبيقوم ديفيد وبيحكي معه بغضب، وعيونه بيصيروا صفر وبيجبره يعتذر لجيسي، والزلمة بيخاف كتير بس ديفيد بينزعج منه وبيقتله. ولما جيسي بتشوف هالشي بتخاف كتير وبتركض لتطلع، بس بيلحقها ديفيد وبيقلها أنا حبيبك وما بصير تتركيني، بس جيسي بترفع المسدس وبتقوصه وبتقرب منه وبتصير تبكي وتعتذر منه، وبتلاقي طلع منه شي أسود، فبتندار وهي عيونها صفر، وبتطلع بتركب بالسيارة وبتضحك، وهيك بيكون انتقلها الشيطان وانفتح الجحيم على الكل. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.